الروسي يحذر الحرب العالمية الثالثة تقترب، وأيضا في الأزمة الصينية الأمريكية اختراق صيني لأنظمة بريد إلكترونية حكومية تكشف توجهات واشنطن نحو بكين. دكتور حسن الدعجة أستاذ العلوم السياسية ينضم إلينا في هذه اللحظات. دكتور حسن، بعد التحية والترحيب بك معنا في فقرة في العمق، نبدأ بالشق الأول من الحوار. التحذيرات الروسية تجاه الحرب العالمية الثالثة، هل نحن حقيقة على أعتاب هذه الحرب؟ لكم وللمشاهدين الكرام، في كثير من الأحيان قام الاتحاد الروسي بالتهديد بإثارة بدء الحرب العالمية الثالثة كلما زاد حلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة من دعمها لأوكرانيا وتسليمها لأسلحة بعيدة المدى، وخصوصا الآن التصريح عن تسليم قنابل عنقودية وأيضا طائرات F-16، وكذلك تسليم صواريخ بعيدة المدى قد تصل إلى 300 كيلو متر. كل هذه الأمور تأتي في سياق التهديد باستخدام القوة والتهديد بنشوب حرب عالمية ثالثة، إلا أنه قد يعني ذلك من باب التحذير للولايات المتحدة والحلف الشمال الأطلسي حول هذه الأمور. وأنا لا أعتقد أن الاتحاد الروسي جاد في قضية هذا الإعلان، وإنما هو يأتي من باب التحذير والتهديد بعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة حتى لا تصل إلى العمق الأراضي الروسية. وهذا يعني ديدن القيادة الروسية، وخصوصا ميدفيديف يعني الكثير أعلن عن بداية الحرب واقتراب الحرب والتهديد بالحرب العالمية الثالثة. كثرت هذه التصريحات أكثر من مرة. أنا أعتقد أنه الاتحاد الروسي لديه عقلانية سياسية وعقلانية استراتيجية يتطور وتتطور تدريجيا بقدر ما يتم تزويد أوكرانيا بالأسلحة المعقدة التي قد تؤثر على أهداف روسية في المناطق التي حازت عليها روسيا في المدة الأخيرة. لكن كل هذه الأمور لا ينبئ بأنه سيكون هناك حرب عالمية ثالثة طالما لم يدخل حلف الشمال الأطلسي في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الروسي من جهة. لكن دكتور حسن، هل ينبغي على الغرب والعالم أن يأخذ التحذيرات الروسية بشكل جدي، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تحذر روسيا فيها من حرب عالمية ثالثة ولم تنطلق هذه الحرب، فهل ينبغي أخذها على محمل الجد؟ نعم، الاتحاد الروسي يحذر، ومن امتلاك القوة العسكرية والاستراتيجية أيضا امتلاك التهديد بهذه الوسائل العسكرية الاستراتيجية تجاه الأعداء في هذا الجانب. أنا اعتقادي أن روسيا قد تلجأ إلى الأسلحة التكتيكية النووية في حال وصلت إلى مرحلة بأن الأسلحة الغربية المعقدة التي تم تزويد أوكرانيا بها قد تؤثر على خطوط الدفاع الروسية، ومن ثم قد تستخدم هذه الأسلحة التكتيكية المحدودة، وهذا ينبئ بخطر كبير جدا طبعا. ولكن على الغرب أن يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، لأن الاتحاد الروسي يرى بأنه يجابه حلف الشمال الأطلسي وعلى رأس الولايات المتحدة وليست أوكرانيا تحديدا. وهذا يدلل على أن مخاطر الحرب العالمية الثانية ستبقى تهديدات ضمن النطاق الإعلامي والتصريحات السياسية من كبار المسؤولين الروس، في حال زودت الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي أوكرانيا بأسلحة تكتيكية معقدة في هذا الجانب. نعم. أنا باعتقادي أنه لن يكون هناك حرب عالمية ثالثة طالما لم يدخل أو تدخل أطراف أخرى حلبت الصراع والمعركة في العملية العسكرية الروسية. نعم. في الملف الآخر دكتور حسن، اختراق إلكتروني صيني يكشف توجهات واشنطن نحو بكين، هذا يقودنا للحديث عن الأزمة الصينية الأمريكية. هل ترى بأن الأزمة آخذة في التصاعد بين القطبين، وإلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الأزمة؟ نعم، الأزمة الأمريكية الصينية متصاعدة ليس بسبب قضية الأمن السيبراني الأمريكي أو ما تدعيه الولايات المتحدة من أن هناك اختراق لأنظمتها، لأنه لم يأتي تأكيد من الجانب الصيني على قضية هذا الاختراق، وبالتالي قد تكون هذا ردا على المقابلة الفاترة التي استقبل بها وزير الخارجية الأمريكي في بكين، والتي لم تعطيه الاهتمام الكافي ولا حتى
استخدام البروتوكول المعهود في استقبال كبار المسؤولين من الخارج. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، طالما أن الولايات المتحدة تصعد من قضية تسليم الأسلحة إلى تايوان وترسل بكثير من صفقات الأسلحة إلى تايوان، أنا باعتقادي أن الأزمة أو الصراع على النفوذ في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي ستبقى متواترة على باستمرار. وأيضا الخلافات الأساسية حول قضية تصدير المعادن النفيسة التي تدخل في صنع أشباه الموصلات، كل هذه الأمور تنبئ بأن هناك صراع يدور بين القطبين حول تقاسم والتنازع حول مناطق النفوذ في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي من ناحية أخرى. كل هذه الأمور طبعا تؤدي بالنتيجة إلى زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، وهذا بدلالة المؤشرات التي نراها على أرض الواقع من تصريحات مضادة واتهامات من الجانب الأمريكي للجانب الصيني في كثير من القضايا. وللعلم بأن يعني الولايات المتحدة تبعد أكثر من 10,000 كيلو متر مربع عن بحر الصين الجنوب، مع ذلك أن الولايات المتحدة تعتقد أنها الدولة رقم 1 في العالم ويحق لها ما لا يحق لغيرها. وهذا العهد والآن النفوذ الأمريكي في تراجع في كثير من المناطق، سواء في أفريقيا، سواء في الشرق الأوسط، أو حتى في مناطق بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي والمحيط الهادي. كل هذا يدل على أن هناك في بروز قطب آخر يصعد ليشكل تعدد أقطاب، مما يؤدي إلى استقرار العالم أكثر مما يكون هناك قطب واحد مسيطر كالولايات المتحدة. نعم، أود أن أشكرك كل الشكر دكتور حسن دعاجة، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لك.